السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلصت مباراة امبارح زمالك بيراميدز او بيراميدز بالزمالك، باعتبار ان بيراميدز صاحب البطاقة الأصلية والزمالك بالكارت الذهبي. والدعوة اللي خدها الزمالك بالكارت الذهبي دي ممكن توصله للنهائي. فريق بره البطولات كلها السنة دي ما خدش ولا بطولة، ممكن يخرج ببطولة السوبر المصري في الإمارات ويبقى حقق بطولة، وهو أساسا ما كانش له يلعب في السوبر المصري. ولكن ده بيحصل مع فرق كتير. ياما ايطاليا زمان خدت كاس العالم، وهي كانت دخلت من احسن توالت بعد ما خلص الدور الاول، ودخلت ايطاليا من احسن توالت وقدرت تفوز في كل مباراتها بعد كده وخرجت ببطولة كاس العالم. مش مستبعد ابدا الكارت الذهبي يكون سبب في ان الزمالك يطلع ببطولة السنة دي وهي السوبر المصري. وجود الزمالك انا قلت قبل كده انه كان مهم في البطولة ديت بالكارت الذهبي. ده مهم وجود الزمالك لأن الزمالك ده فريق كبير، وطبعا وجوده مهم وبيدي حماس وإثارة في البطولة، وخصوصا كمان إنه وصل نهائي هو الأهلي. فامبارح خلصنا بيراميدز الزمالك 1-1 و5-4 بضربات الجزاء. طبعا ضربة الجزاء اللي ضيعها الحاج مصطفى فتحي. والاهلي فاز على سيراميكا 2-1 في الوقت الاصلي. ولكن طبعا اداء بيراميدز كان ممتاز، اداء سيراميكا كان ممتاز، الفرقتين كانوا احسن من الزمالك واحسن من الاهلي. ولكن دي عادة الفرق الكبار، بتخرج من المباراة بالنتيجة اللي هي عايزاها. قدر الزمالك يخرج بنتيجة الماتش لصالحه ووصل لضربات الجزاء، وده اعتقد ان الزمالك كان عايزه. وقدر الاهلي يخرج بنتيجة المباراة لصالحه ويوصلوا الفرقتين للنهائي. عايز اقول لك ان دي المره التاسعه اللي هيتقابل فيها الاهلي والزمالك في السوبر المصري. كان بينهم 8 لقاءات قبل كده، قدر الاهلي يفوز في 6 لقاءات وقدر الزمالك يفوز في لقاءين. اللقاءين بتوع الزمالك انتهوا بضربات الجزاء بعد التعادل في الوقت الاصلي، والاهلي برضو قدر يفوز في ماتشين من الستة بتوعه بضربات الجزاء. يعني الاهلي فاز باربعه في الوقت الاصلي واثنين بضربات الجزاء، والزمالك الاثنين اللي فازوا بالسوبر المصري من الاهلي فازوا بضربات الجزاء. وهنشوف التاسعه هتبقى بتوقيت الاهلي ولا هتبقى المره دي بتوقيت الزمالك في السوبر المصري. الاهلي كان طلب حكام اجانب قبل كده، وتم التشاور مع الاهلي واثنوه عن الطلب دوت، والاهلي وافق بان السوبر يتلعب بحكام مصريين. دلوقتي بعد ما الزمالك وصل النهائي طلع طالب حكام اجانب، وحتى بيقول لو يبقوا من الامارات مش شرط يكونوا اجانب من بره، بس ما يبقوش مصريين. مع ان الزمالك لما الاهلي طلب ما اتكلمش، ولا هو ولا بيراميدز ولا سيراميكا ولا حد فيهم اتدخل خالص، وكأن الموضوع لا يعنيهم يعني. دلوقتي بعد ما وصل الزمالك النهائي عايز يلعب بحكام اجانب. اما نشوف قرار اللجنه المنظمه هيكون ايه، هل هيجيبوا حكام اجانب ولا يحطوا حكام اماراتيين، ولا يلعبوا بالحكم المصري اللي اساسا متحدد من البدايه، واعتقد انه هيكون امين عمر. وده الكلام ده قاله احمد سالم على فكره على صفحته على اكس. احمد سالم نفسه طالب بحكام اجانب، وانه عنده تحفظ كبير على الحكم في مباراته مع بيراميدز، وانه كان اداؤه متواضع، وهو عنده حق بعض الشيء في الحقيقه. طبعا اتكلمنا على غرامة كهرباء انها 1,000,000 جنيه، وان السبب انا شايف ان فيها مليون المية هو كولر. لان كولر من يوم فرح اخت كهرباء اللي حضروا يعني بدون موافقة تامة من كولر، وهو كولر قلب عليه، ومن يوميها وكهرباء لا رجع لمستواه ولا رجع لاعتماد كولر عليه. وزيه زي رضا سليم وغيره وغيره وغيره. كهربا كولر عنده مشاكل مع بعض اللعيبة، ما بيخليهاش تشارك بشكل دايم، وده سبب في هبوط مستواها. رضا سليم ده كان جاي لنا من المغرب، من الجيش الملكي، مكسر الدنيا حرفيا. يعني مستواه باظ عندنا في الاهلي. واشرف داري من ساعه ما جه مصاب. ايه الحكايه يعني؟ ما فيش اعلان رسمي من النادي بيقول حالته، هل هو استبعاد فني ولا مازال مصاب.
برضه، لان برضه عليه علامه استفهام كبيره. انت جايب لعيبه دوليه في منتخباتها، لعبوا مع المغرب كاس عالم، فقاعده ازاي على الخط الا ان يكون في سبب، والسبب لازم يكون معلن. جوميز كان موجود في مباراة الأهلي وسيراميكا، وجات الصورة عليه أكتر من مرة في الاستاد، كان متابع مباراة الأهلي من الاستاد، ودي حاجة كويسة طبعا. وجوميز كمان كان له تعليق على أيمن على إمام عاشور بإنه لعيب ممتاز وبس عايز بعض التوجيه والصبر. فيا ريت الملحوظة دي توصل لكولر، لأن إمام ما جابش مستواه من اللي كان في نادي الزمالك لحد الآن مع النادي الأهلي، وبقى له فترة كبيرة مستواه في النازل، وامبارح ما كانش له أداء جامد قدام سيراميكا، وهي الكرة اللي تشفع له، يعني الكرة اللي جت في العرض. أيمن الرمادي مدرب سيراميكا قال إنه مستغرب من استبعاد كهربا، وهو من أحسن لاعبي مصر، وعنده حق في الحقيقة. ده أيمن الرمادي أنا شايف إنه مدرب كبير، ما كانش يكون من أحسن المدربين المصريين المتواجدين في الدوري، وعامل فرقة ممتازة، وامبارح عامل أداء ولا أجمل ولا أروع قدام الأهلي. وأتوقع إنه سيراميكا لو فضل على المستوى ده والأداء ده هيكون من الأربعة الأولانيين في الدوري السنة الجاية، لأن بصراحة كان عامل أداء ولا ممتاز ممتاز، وقدر إنه يعني يعمل ماتش جيد جدا قدام الاهلي، والاهلي نجح في الخروج بدون هزيمه، انه ما يخسرش الماتش ده يعني. وكان في الحقيقه الاداء بتاع سيراميكا يعني يأهله للفوز، بس الاهلي قدر يخرج بالنتيجه، وده الحمد لله يعني كانت في صالح الاهلي. كمان افتكاسات كولر في التشكيل كانت غريبه، يعني مش هتكلم، بس الحقيقه الماتش ما فيهوش اداء فني خالص من الاثنين مدربين في الاهلي والزمالك، يعني ما كانوش على المستوى بصراحه. كان المفترض يكون يعني الشكل الاداء افضل من كده. الاهلي والزمالك امبارح يعني نفذوا من الهزيمه، كان ممكن بسهوله يخسروا والاثنين ما يبقوش في النهائي، وزي توقعات كتيره اللي كانت بترشح بيراميدز وسيراميكا في النهائي. كمان محمد طاهر خد رجل المباراه على الهدفين طبعا، وهو يستحق في الحقيقه، يعني لولا محمد طاهر انقذ كولر امبارح في افتكاسه انه يلعب راس حرب. طبعا محمد بسام يعتبر سبب رئيسي في هزيمة سيراميكا، خارج جوه منطقة الجزاء ما رفعش ايديه وفكر نفسه بره منطقة الجزاء. طبعا في اول 11 ثانية من المباراة ما كانش لسه مستوعب، فتسبب في الهدف الاولاني اللي خلى الفرقة دخلت في الماتش متأخر، ولما تعادلوا قدر الاهلي يجيب الجون التاني. التحكيم كان متواضع في ماتش الزمالك وبيراميدز، انما كان جيد في ماتش الاهلي وسيراميكا. نيجي لبيراميدز بقى، لان عندنا وقفه شويه مع بيراميدز. بيراميدز كان اكتر المعترضين على التحكيم، ما كانش عاجبه اداء التحكيم خالص بعد الخساره طبعا. بيراميدز كان شايف ان هو اتظلم. ناس كتيره قالت ان الهدف اللي جابه بيراميدز في نهايه الماتش كان هدف صحيح وما كانش اوفسايد، فده خلى كتير من المتابعين يعني راجعوا اللعبة أكتر من مرة. حتى بيقال إن جمال الشريف الحكم المعروف قال برضو إنه الكرة مش أوفسايد. التحفظ الوحيد في اللعبة ديت هي سرعة اتخاذ القرار، يعني شايف إن كان في تسرع وكان المفروض يكون في تأني شوية في اتخاذ القرار، إنما في النهاية الحكم خد بكلام الفيديو، حكم الفيديو، وحسب الكرة اوفسايد. طب هل في شك في حكم الفيديو؟ انا ما اعتقدش، لان حكم الفيديو اساسا هو اللي جاب لعبة رمضان صبحي في ضربة الجزاء، وهو اللي احتسب ضربة الجزاء لبيراميدز. فلو هو الحكم عنده توجه ما كانش احتسب ضربة الجزاء دي، الا لو كان التوجه وجاله بعد احتساب ضربة الجزاء وضيعها البيراميدز. ومدرب بيراميدز كمان قال ان هو غاضب جدا، كان
او يعني بمعنى صح كان غاضب جدا بعد الماتش، وبسبب برضو التحكيم. ولكن شكر الاحترام الناس ليه والاحترامهم لفريقه، وقال ان مصر مش الكرة في مصر مش اهلي وزمالك بس، وان في فرق من حقها او تقدر توصل للعالمية. هو انت يا كابتن عشان توصل للعالمية لابد الاول تفوز بدوري، وعن طريقه تشترك في دوري الابطال وتفوز بدوري الابطال عشان تاخد مكان في العالمية. فانت مستعجل شوية خانك التعبير. انما انت عندك فرقة قوية وعندك فرقة كويسة ومن اعلى السكواد في مصر، بس اشتغل على الفرقة افضل ما تبقى بتتكلم يعني. برضو محمد ناجي جده على اكس كان معترض جدا على على التحكيم وعلى كابتن محمود عاشور، وكتب كومنت على اكس قال يا ترى الكابتن محمود عاشور هيجيله نوم النهارده، في اشاره ان محمود عاشور ما كانش موفق في احتساب تسلل في لعبه اوباما. وبرضه بقول للكابتن محمد ناجي جده، وكمان في تعليق للكابتن هاني سعيد برضه بقول لهم انه لو ما كانش عايزكم لو هو مش فير ما كانش حسب ضربة الجزاء. لان هاني سعيد برضو المدير الرياضي برضو في بيراميدز برضو اتكلم على الغاء الهدف برضو، وقال ان المشاكل اللي عندنا في مصر بتتحل يعني بنسبة 80%، الامور بتدار بشكل مش مظبوط. في إشارة يعني إن في تدخلات دايما بتتم لاتخاذ قرار معين، وإن القرارات ما بتبقاش طالعة من أصحابها. أبرز النقاط في رأيي في الماتشين كان الجماهير. جماهير الزمالك تحس إن بيراميدز بيلعب في وسط جمهور، مش بمعنى ان جمهور الزمالك كان بيشجع بيراميدز، لا، ان بيراميدز مستحوذ. يعني الجمهور ما كانش ليه تأثير على فرقة الزمالك في ان هي تبقى مستحوذة وبتهاجم وبتأدي لا بالعكس، الجمهور كان تأثيره على بيراميدز اعلى، كان بيراميدز هو متسيد المباراة تقريبا. وبرضه في مباراة الاهلي وسيراميكا برضه تحس ان سيراميكا هو اللي بتشيرت الاهلي، كأن الاهلي هو اللي يعني برضه سيراميكا كان متسيد المباراة، كان الاقوى وكان مع انه ما عندوش جمهور بيلعب فيه. يعني عامل الجمهور مع الفرقتين ما كانش هو المؤثر القوي كعادته. كمان اعتراض كان موجود على من مصطفى شلبي وهو خارج وشاط ازازة المية وبتاعه، كان اعتراض شديد جدا على تغييره. معرفش اعتراض اللعيبة على التغيير يعني دي بتبقى وجهة نظر مدير فني، وضع طبيعي يعني. ولو انت ما اتغيرتش وده ما اتغيرش يعني اللعيبه اللي بره دي مش هتلعب، يعني اللعيبه الاساسيه دي هي بس اللي تلعب طول عمرها يعني، واللعيبه اللي قاعده بره على الدكه دي يعني ملهاش نفس تلعب ولا ملهاش نصيب تلعب وتاخد فرصه. وبرده قفشه وهو خارج كان معترض، بس يعني ايه بالوش كده يعني، بس لحق نفسه وزمانه بيحمد ربنا دلوقتي، والا كان زمانه قاعد في كرسي في اللي جنب كهربا في الطياره وراجعين سوا كل واحد فيهم بمليونيه. وقلنا التحكيم في الزمالك كان متوسط، وفي الزمالك وبيراميدز، وفي الاهلي وسيراميكا كان جيد. ايمن الرمادي في رايي انه من افضل المدربين اللي متواجدين في السوبر حاليا، هو افضل مدرب في الاربعه اللي موجودين. خروج الجمهورين بعدم اقتناع تام عن اداء الفرقتين، سواء جمهور الاهلي او جمهور الزمالك، الفرقتين مش مقتنعين ان دي فرقهم. اداء هزيل للزمالك، اداء هزيل للاهلي. اما نشوف مباراه السوبر الجايه هتعمل ايه. نتوقع انها تكون مباراه المفترض تكون حماسيه هجوميه من الفرقتين، الماتش ما فيهوش تعادل، لازم فرقه تخرج كسبانه. المفترض الفرقتين ينزلوا من بدايه المباراه على المكسب. جوميز بقاله فتره حظه حلو مع كولر، لما نشوف كولر هيقدر يعمل ايه. وانا قلت لكولر بعت له رساله خاصه انه مش هينفع يخسر الماتش ده على اي حال من الاحوال. ننتظر ان شاء الله. توقعاتي الشخصيه للماتش الاهلي يكسب، بس المباراه مش هتكون مباراه حلوه، وهيكون فيها مشاكل كتير، وهيكون فيها عصبيه ونرفزه من الفرقتين بسبب مباراه السوبر. مباراه السوبر الافريقي هتكون ليها
عامل كبير في مباراة الخميس الجاي السوبر المصري. نرجو انها تخرج بشكل يليق بالفرقتين وبالكرة المصرية، ونشوف التحكيم هيكون مين. وارجو التوفيق للتحكيم لو كان حكم مصري، ارجو انه يخرج بالمباراة لبر الامان، ودي تكون كمان نقطة ايجابية للتحكيم المصري وتدخلنا على الدوري بشكل ايجابي. ومكسب الاهلي مهم علشان يلعب بمعنويات معنوية قدام العين اللي جاي في السوبر الافرو اسيوي. كل التوفيق للكرة المصرية بشكل عام. صباح الفل عليكم. السلام عليكم.